يعني ايه SEO؟ جاهز يا صاحبي نزود سطر جديد في كتب التاريخ؟ معناه ان جوجل يحبك ويبعت لك زباين، وبالتالي اليوزرز اللي انت هتخدمهم دول هيبتدوا يسجلوا معاك. بكل بساطة لو عندك محل في شارع او في منطقة ضلمة ومحدش بيمشي فيها، هتبيع؟ اكيد لا. طب تخيل معايا بقى ان المحل بتاعك اللي في الشارع الضلمة ده اتحرك وبقى في شارع حيوي وبقى رقم 1 في الشارع الرئيسي. يعني انت لو فتحت محل والمحل ده مش عليه يافطة، مش موجود، محدش عارف مكانه اصلا، تفتكر حد هيخش له؟ محدش هيجيلك اصلا، محدش عارفك. والموقع نفس الفكرة. يعني زمان ايام دليل التليفونات كنت تفتح دليل التليفون وتطلع شركة ما وتتصل بيها. جوجل بقى هو بقى الدليل ده دلوقتي بالنسبة للناس. الناس بتكتب كلمة معينة، الكلمة دي مثلا أحسن مستشفى في مدينة نصر، جوجل بيبتدي يرد عليهم بإجابة. الإجابة دي اللي طلعها هو شغل ال SEO، وهو تحسين الموقع لمحرك البحث. ال SEO وال GEO هو باختصار إن موقعك يطلع لهم قدامهم لما يكتبوا السؤال. طب ال SEO دون بيشتغل إزاي؟ هقول لك على أبسط 3 حاجات ال SEO بيشتغل عليهم. تكتب محتوى مفيد يفيد الناس فعلا ويكون فيه فاليو حقيقية. موقعك يبقى سريع كده ومهندب وبسيط بحيث ان اللي يخش يلاقي الموقع يحمل معاه في ثانية، فما يقعدش وقت كتير ويفهم الخلاصة. 3 ان الناس تثق فيه. بس هو ده، مش سحر، مش اعلان، مش زرار بتدوس عليه عشان تطلع في السيرش. ال SEO مش معقد ولا حاجة، هو بس انك تخلي اللي بيدور عليك يلاقيك، بس كده. ولو عجبك الشرح دون تابعني عشان تعرف اكتر عن ال SEO.